السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم ورقة اللحمة بتاعة الأفراح، ورقة الفويل اللي بتبقى ملفوفة كده وفيها لحمة بقى وجميع أنواع الخضار، بتبقى حلوة جدا. هنعملها مع بعض في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. تعالوا كده على طول نشوف الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت بقى معايا هنا بصلتين كبار وقطعتهم كده شرايح زي ما انتوا شايفين. ممكن تزودوا الخضار زي ما انتوا عايزين، يعني زودوا او قللوا براحتكم. هنزل عليهم كده بشوية من الملح وكمان فلفل اسود، وهدعكهم مع بعض شوية كده علشان عايزة البصل يدبل معايا. هركنهم بقى كده على جنب واحضر الصينية اللي انا هحط فيها اللحمة. جبت كده ورق فويل هغلف بيه كده الصينية، هفرشه في أرضية الصينية كده. ورق الفويل ده هحط عليه كمان ورقة زبدة، لأن مش هينفع نحط الأكل كده على ورق الفويل على طول، لأنه مش صحي كده خالص. حطيت كده ورقة الزبدة على الورق الفويل بالشكل ده، وهنزل بقى بالبصل اللي احنا حاطين عليه الملح والفلفل الأسود، وكمان هنزل بقى بجميع أنواع الخضار اللي أنا بحب أحطه. حطيت بقى كده كوسة وجزر وفلفل أخضر. طبعا الخضار اللي انتوا مش حابينه ممكن تشيلوه. وحطيت كمان طماطم مقطعة قطع صغيرة زي السلطة كده وبسلة، وكمان فصين كبار كده من التوم وورق لورا وحبهان. وجبت بقى اللحمة مقطعاه بصوا شرايح رفيعة خالص. عايزينها كده تكون شرايح رفيعة خالص علشان تستوي معانا، لان احنا مش هنضيف اي مية خالص. وحطيت كمان كده قطعتين من الدهنة. وحطيت كمان معايا بطاطس مقطعاها برضو شرايح كده. ونزلت بقى بالتوابل اللي عندي، شوية فلفل اسود وشوية كمون وكزبرة وشوية بهارات. وطبعا كنا ضايفين ملح كتير في الاول مع البصل، ممكن كمان نزود شوية ملح صغيرين، يعني حاولوا تظبطوا الملح كده. وقلب بقى كل الخلطة دي مع بعضها كويس كده. حابين البطاطس تاخد لون محمر شوية، ممكن تضيفوا معاكم معلقتين كبار كده من الصلصة. اظبط بقى كده اللحمة على وش الخضار من فوق كده، واحط عليها كده حوالي 3 معالق كبار من الزيت. ابدأ بقى كده اغلف اللحمة والخضار بورقة زبدة كمان على الوش كده. وبعد ما قفلتها كويس كده، هبدأ بقى اقفل عليها ورق الفويل، بس اقفله كويس جدا علشان ما تطلعش اي بخار، لان احنا ما حطيناش مية خالص، فاحنا هنسويها كده من غير مية. بعد ما غلفتها كده احط عليها ورقة فويل كمان علشان تبقى مقفولة كويس وما تطلعش معايا اي بخار. في الوقت ده اكون مشغلة الفرن يسخن معايا، بولع من فوق ومن تحت، وبحط الصينية دي في ارضية الفرن اول ربع ساعة بس، وبعد كده برفعها في الرف اللي فوق الارضية على طول. وبطفي كده بعد ربع ساعة، بطفي من فوق واسيب من تحت. هتفضل معانا في الفرن حوالي ساعتين، بعد كده طلعها وهتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. اللحمة مستوية ودايبة كده، والخضار كمان مستوي معانا. بس اهم حاجة اللحمة تكونوا مقطعينها شرايح رفيعة علشان تستوي معاكم. طلع معاكم بقى كده شوية في طبق علشان نشوف الخضار واللحمة مستوية ازاي. شايفين هنا اللحمة معايا دايبة وبتتقطع بسهولة ازاي، مستوية وبجد طعمها تحفة. ولا الخضار كمان دايب معايا كده دوبان. جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.